امتى تقول العربيه دي لسه بخيرها، وامتى تقول العربيه دي ممكن تمشي بس محتاجه شويه صيانات عاديه، وامتى تقول العربيه دي خلاص خيرها خلص واللي جاي منها كله وجع قلب. انا اقول لك في الفيديو ده الدليل اللي يخليك تعرف العربيه دي دلوقتي في انهي مرحله من المراحل دي وتشتريها ولا لا. لو بتفكر تشتري عربيه مستعمله دلوقتي، لان طبعا مبقاش في عربيات جديده موجوده في السوق يعني، فالحقيقه ان في مؤشرين مهمين جدا يقولوا لك حاله العربيه دي ايه دلوقتي، والمفروض انك تفكر تشتريها ولا تبعد عنها احسن لك. والمؤشرين دول هم الكيلومتر بتاع العربيه وسنه الموديل. دول اهم مؤشرين بيقول لك حاله العربيه ايه، لان في الاستخدام الطبيعي يعني بتاع الشخص العادي اللي هو بيحافظ على العربيه، مش الشخص اللي هو بيحافظ اوفر وسايب الكاس الزيرو على العربيه بعد 3 سنين ما اشتراها وبيقول عليها كسر زيرو لغايه النهارده وبينزل يمسحها بدراعه لغايه دلوقتي، والشخص الثاني اللي مهمل جدا وبيتعامل مع العربيه ان هي كنبه بعجل معاه في الشارع. ما بين الاثنين دول في الاستخدام العادي اللي انا اقوله لك ده هو اللي يمشي عليهم. طبعا لكل قاعده شواذ يعني، فاللي انا بقوله لك ده هو اللي يمشي مع الاستخدام العادي. اول 50,000 كيلو متر في عمر العربيه دي فتره شهر العسل، دي الفتره الجميله جدا. العربيه فيها صيانتها هايفه وتافهه وبسيطه جدا، يا دوبك شويه تغيير زيت على شويه فلاتر بسيطه، اخرك خالص تغير تيل فرامل مثلا. مفيش حاجه بتزيق في العربيه، مفيش حاجه باظت في العربيه، مفيش زراير اتمسحت في العربيه، كل حاجه في العربيه تمام التمام، وتاخدها لابعد مكان ولابعد سفريه بدون ما تقلق منها في اي حاجه خالص. والعربيه عامه مش هتزعلك في اي حاجه وهتبقى حياتك معاها زي الفل. ال 50,000 كيلو متر الثانيه في العربيه لسه بحالتها ولسه خيرها موجود، ولكن هيبقى عندك صيانه او صيانتين كده رخمه هتدفع فيهم مبلغ كبير شويه. الفتره دي اللي هي الفتره بتاعت ان انت خلصت موضوع الزيوت ودخلت في حاجات اكتر شويه، طقم سيور، طقم كاوتش، اتيال فرامل، مش عارف ترومبه باور، ممكن ترومبه ميه هنا، ممكن حاجه فريديتير هنا، ممكن دوره تبريد تتغير، ممكن شويه زيوت اضافيه كده يعني. هتلاقي في مثلا صيانه 60، صيانه 80، صيانه 100، في صيانه كده كبيره في النص هتلسع فيها مبلغ محترم. ولكن في الفتره دي برضو العربيه تسافر معاك في اي مكان، تروح معاك في اي حته، طول ما انت ماشي على الصيانه الدوريه بتاعتها، حتى لو مخستع شويه بسيطه العربيه بحالتها معاك وشغاله زي الفل، ومش هتفاجئك في اي مواقف سخيفه وهتفضل شغاله معاك زي الفل. ال 50,000 كيلو متر الثالثه بقى كده انت دخلت في منطقه الحذر شويه، اللي هو بدات تظهر حاجات في العربيه بره جدول الصيانه اصلا، وبدا حاجات تظهر في العربيه، اصوات معينه بتركز معاها، حاجات معينه بتروح تبص عليها غير وقت الصيانه. العربيه محتاجه تبص عليها بصه محترمه قبل ما تسافر بيها سفريه كبيره. وبقى عندك حاجات زي قواعد فتيس وقواعد موتور وطقم مساعدين، والتكييف ما بقاش يبرد زي الاول. في الفتره دي لو اهتميت بالصيانات واهتميت بانك لو سمعت اي صوت او حسيت باي حاجه غريبه في العربيه تروح تظبطها، العربيه هتمشي معاك زي الفل. الاهتمام هيخليك تعدي المرحله دي على خير، والعربيه برضو في المرحله دي تستاهل انك تشتريها، بس حسب بقى الحاله بتاعت اللي راكب العربيه محافظ عليها ولا لا، لان في المرحله دي بيبدا جدا يبان فرق الاستعمال ما بين شخص مهمل وشخص بيحافظ على العربيه. وبعدين تيجي بقى لل50 الرابعه، دي فتره بقى خد بايدي الله لا يسيئك، دي الفتره بتاعت انك لو مش حاطط ايدك في العربيه جامد قوي فهي هتفرجك على شويه مواقف وتعيشك شويه ايام ما شفتش زيهم في حياتك قبل كده. دي الفتره بتاعت انسى بقى جدول الصيانه خالص، لان احنا دخلنا في مرحله جديده بتاعت ان احنا لازم كل اسبوع يبقى ايدك في العربيه في حاجه، ولا كل اسبوعين يبقى ايدك في العربيه في حاجه، الا لو انت بقى شخص محسوك ومحافظ قوي والعربيه دي مثلا معاك من الزيرو وانت عارف كل مسمار فيها ماشي ازاي. الفتره بتاعت عادي جدا انك تلاقي نفسك عايز موتور، عايز فتيس، عايز العربيه تتفور كلها من تحت. ودي الفتره بتاعت انك لو لقيت مشكله في حته ما لازم تفجر الحته دي كلها، لان الحلول الموضوعيه ما بتنفعش في الوقت ده. اي حاجه هتعملها بشكل موضوعي كده هتفتح لك فتحه كبيره جدا بعد كده. ودي الفتره اللي انا بنصحك انك تحاول تتجنبها وما بعدها في انك تشتري عربيات مستعمله لو تقدر على كده. يعني هات موديل احدث من عربيه اقل احسن ما تجيب عربيه احسن واكبر واعلى، ولكن في المرحله الحرجه دي، الا لو انت غاوي بقى انك تجيب العربيه وتفورها كلها وتظبط فيها كل حاجه عشان تركبها. طيب وهو اصلا متوسط استهلاك العربيه للكيلوهات في السنه قد ايه؟ المتوسط حوالي من 20 ل 25 الف كيلو متر في السنه، ده كمتوسط استهلاك يعني. اقل من 20 الف كيلو متر يبقى الشخص ده بيمشي بالعربيه قليل نسبيا، اقل من 10,000 يبقى العربيه دي بتتحرك قليل جدا جدا خلال السنه، اكتر من 25 ل 30 يبقى الشخص ده بيتحرك كتير، فوق ال 30,000 كيلو العربيه بتتحرك كتير جدا، العربيه بتتحرك كتير قوي قوي فوق المعدل الطبيعي بكتير قوي يعني. العربيه غالبا يا اما صاحبها كان بيروح مشاوير كبيره جدا او العربيه كانت شغاله عشان تعمل اكتر من 30,000 كيلو متر في السنه. والمهم بقى لو بتشتري عربيه مستعمله او عايز تعرف متوسط اسعار العربيات المستعمله اللي موجوده في السوق، هتلاقي لينك تحت الموقع، هتلاقي ممكن تعرف منه كل اسعار العربيات المستعمله وتلاقي عليه اعلانات العربيات المستعمله، او تعرف متوسط اسعار العربيات المستعمله اللي موجوده في السوق. بصوا على اللينك كده لو عايزين تبصوا على اي عربيه مستعمله.
مهم قولوا لي كده ايه المرحله اللي انتوا بتشوفوا شراء العربيات فيها حلو، وايه المرحله اللي بتشوفوا ان العربيات خلاص جابت اخرها وما ينفعش نشتريها في عدد الكيلوهات ده. مستني اراكم في الكومنتات.